عمرك حسيت قبل كده انك متراقب ماشي في الشارع او قاعد في مكان ويجيلك احساس ان في حد شايفك، في حد بيبص عليك، فتبص حواليك او في اي اتجاه تلاقي فعلا في حد كان بيبص عليك او مركز معاك؟ طب ازاي بيحصل كده؟ هل في رادار جوانا بيلقط نظرات الناس حوالينا ولا دي مجرد صدفه؟ خليني احكي لك عن الظاهره الغريبه دي. اللي بيحصل لك ده ظاهره العلماء خدوا بالهم منها وسموها جيز ديتكشن او ظاهره ادراك التحديق، وده معناه ببساطه ان جسمك بيحس لما حد بيبص عليه حتى لو مش شايفه، وده بيحصل لكذا سبب. عينك البشريه قادره ان هي تلقط اصغر الحركات في مجال رؤيتها حتى لو كان بطرف عينيك. الكلام ده معناه انك ممكن من غير ما تبص لشخص مباشره ممكن عينيك تاخد بالها ان في حد بص عليك، وحتى لو ما كنتش مركز فمخك بيجمع معلومات من الجو من حواليك زي شكل العيون واتجاه الرؤوس ورؤيه الضوء، زي ما تكون قاعد مع صاحبك على القهوه وفي عربيه مش في اتجاهك المباشر في طرف عينيك هناك هي بتقلب نور وانت واخد بالك، او ان اضاءه تكون على شخص جاي من وراك انت لسه ما شفتوش بس تغير الاضاءه ده خلاك تحس وتبص وراك وتلاقي حد جاي. لما كل الاشارات اللي عقلك بيبدا يجمعها من الجو حواليه دي بتتجمع في دماغك بتبدا تحس انك متراقب. هتقول لي ماشي، بس ده ساعات بيحصل معايا وببص حواليا وفعلا ما بلاقيش حد بص عليا، يعني ايه؟ عقلي بيزاولني؟ لا، هو بيحاول يحافظ عليك. ده برضو بيحصل بسبب حاجه اسمها الاستعداد العصبي او التوقعات العقليه. مخك احيانا بيكون في حاله تاهب وده بيخليه حاسس ان في حد مراقبه حتى لو مفيش دليل حقيقي او ملموس، وده بيحصل خصوصا لو انت قلقان بتفكر في حاجه في مكان غريب اول مره تروحه، فبيبدا يكون عقلك في حاله تاهب. قول القناصه اللي فوق ما تضربش، دول عيال سيس. يعني نقدر نقول ان الرادار اللي في عقلك مش دايما مظبوط 100%، لكنه اكيد دايما هيحاول يحميك. ربنا عز وجل خلق علينا البشري بطريقه فيها اعجاز، وكل يوم بنكتشف حاجه ورا التانيه. مخك ممكن يحذرك من خطر قبل ما تشوفه او يخدعك باحساس وهمي ان في حد مراقبك او شايفك عشان يحافظ عليك. فالمره الجايه لما تحس ان في حد بيراقبك او بيبص عليك يبقى بص كويس او بص جوه عقلك، لان هو دايما صاحي قبلك. وابقى احكي لنا لو حسيت بالشعور ده ان في حد بيراقبك او بص عليك وانت اتلفت وبصيت، وهل فعلا كان في حد ولا لا.